ازاي تعرف ان السمنة اللي عندك هل هي حالة وراثية ولا نتيجة عادات غذائية غلط انت بتعملها؟ السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. اوقات كتيرة بيجي لنا عيلة كاملة في العيادة، اب وام واولادها عندهم مشكلة سمنة، وبيكون عندهم اعتقاد ان السمنة اللي عندهم دي سمنة وراثية. فانا بطمنكم ان معظم الحالات دي ما بتكونش سمنة وراثية ولا حاجة، هي بتكون نتيجة عادات غذائية غلط، ان الاكل كله بتاع البيت بيكون بطريقة غلط، ان هم بياكلوا اكل عبارة عن كله نشويات وحلويات وسناكس، وبالتالي كل العيله متاثره. فبالتالي قرار العمليه هنا مهم جدا، عشان العمليه هتحل المشكله دي بشكل جذري، هتخليك تاكل كميات اكل قليله، هترفع معاك معدل حرق الدهون، هتقلل الشهيه بتاعه الاكل. فقبل ما تاخد قرار ان السمنه اللي عندك دي سمنه وراثيه ملهاش حل، لازم تستشير جراح سمنه ونبدا نسال عن العادات الغذائيه عشان نحدد نوع السمنه وطريقه علاجها. واحنا بنطمنكم ان عمليات السمنه كفاءتها عاليه جدا في انقاص الوزن في الحالات دي. شكرا جزيلا لحضرتك.